لقطات مش هتشوفها الا في الدوري المصري. اتفرج على الصوره دي والصوره دي وكمان الصوره دي. اللي موجود مع الحكم في الصوره ده محمد شيحه نائب رئيس الاسماعيلي. انت بتعمل ايه في الملعب؟ انت وجودك ايه في الملعب؟ عايز افهم. بنلعب في الشارع مش بنلعب في الدوري المصري. والله بنلعب في الشارع. لما اي فريق يعترض على الحكم ياخد الفريق ويتسحب. يلا احنا مش مكملين. عارف ناقص ايه؟ صاحب الكرة ينزل ياخد الكرة ويمشي. يقول لك انا صاحب الكرة يا عم، محدش هيلعب. الكرة دي جون يبقى جون، انا هحسبها جون يبقى هحسبها جون. هو احنا كده. هي دي اللقطات اللي مش هتشوفها اللي عندنا هنا في الدوري المصري. انت بتتفرج على ماتش دلوقتي الاسماعيلي وقصاده ماتش اشبيليه وروما، بسم الله ما شاء الله. احنا بعاد قوي عن الناس دي. الناس دي في كوكب تاني واحنا في الطين تحت. والله احنا في الطين تحت يا عم، في الزفت تحت. اتفرج. والله 500 سنه ضوئيه بين اشبيليه وروما، بين الاسماعيلي ومقاولين العرب، فرق كبير، فرق شاسع. قول من هنا للسنه الجايه. اي واحد دلوقتي، اي فريق دلوقتي مش عاجبه التحكيم، يلا يا باشا لم الفريق ونسحب، يلا احنا مش لاعبين. عارف لو طلع عقوبات على فريق انبي لما اتسحب قدام الفيوتشر، كانش عارف هيتسحب خالص والله. كان هيكمل الماتش غصب عنه. الكرة ضربة جزاء واضحة مليون في المية ان هي ضربة جزاء. تتسحب ليه؟ زي ما قلنا ناقص واحد ينزل ياخد الكرة ويمشي، والله يقول انا مش مكمل، الكرة بتاعتي انا مش مكمل. احنا بنلعب في شارع مش بنلعب في الدوري المصري. هو ده زفت الكروة اللي احنا بنتفرج عليه، اقسم بالله. الدوري المصري ده عايز له قنبلة نووية تترمي على الدوري المصري، والنشاط الرياضي ده يتوقف في مصر. والله حرام ان يبقى في نشاط رياضي في مصر. انا خلاص خلصت كلامي، يلا سلام.